السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفة اليوم غتكون ميني برجر بناجتس الدجاج رائع جدا بخبز هش وخفيف وناجح 100%. كذلك الحشوة ديالو اكثر من رائعة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي كنرحب بكم دائما. ما تنساوش انكم تضغطوا على مربع الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتنا. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كيف ما كتشاهدوا بالنسبه للمكونات غنبداو باول مرحله. عندي هنا 300 ملل من الحليب، وكذلك عندي كأس ديال العنبة من الماء ما يعادل 160 ملل. 160 ملل من الماء و300 ملل من الحليب، وعندي تقريبا ملعقتين كبيرتين من الزبدة، تقريبا واحد 50 حتى 60 غرام من الزبدة. هذه المرحلة الأولى. كيف ما كتشاهدوا عندي الحليب، غنضيف له 160 ملل من الماء، غادي نضيف الزبده بهذا الشكل. غادي نوضع الخليط على نار حتى كتذوب الزبده وكيدفى لنا الخليط باش نعجنوا به العجينه ديالنا. بالنسبه للمكونات الاخرى فعندي ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره غير مملوءه من خميره الخبز، عندي الملح حسب الذوق، بيضه بدرجه حراره المطبخ. كذلك غادي نحتاجو 650 غرام من الدقيق الابيض، وملعقه صغيره من الخردل ولا لا موطارد اللي غادي تشوفوها معايا في الطريقه، نسيت ما ذكرتها لكم في المكونات. من الدقيق الابيض غادي نضيف له ملعقه كبيره من السكر والملح وملعقه غير مملوءه من خميره الخبز بهذا الشكل. كذلك غادي نضيف بيضه بدرجه حراره المطبخ. انا نستعمل العجانه، تقدروا تعجنوا باليدين ديالكم اللي بغيتو نتوما. نخلط هذا الخليط هذا. كذلك نسيت ما ذكرت لكمش انني غادي نضيف ملعقه صغيره من الخردل ولا لا موطارد، كيعطي واحد المذاق رائع جدا لهذا البرجر هذا. كيف ما كتشاهدوا غادي نبدا نضيف الخليط ديال الحليب مع الماء والزبده، ولكن من بعد ما تذوب لنا الزبده هذا الخليط هذا خاصكم تخليو الحراره ديالو تنزل، ما تعجنوش به هو ساخن لانه ما غاديش يخلي الخميره تتفاعل. ضروري تخليوه حتى كتنزل الحراره ديالو شويه، يعني كيصبح دافئ. عاد غادي نعجن به، غادي نضيف شويه وغادي نبدا نعجن، وانا كنضيف تدريجيا. بالنسبه للقوام ديال العجينه فكتكون خفيفه وكتكون كتلصق شي شويه كيف ما كتشاهدوا، كتلصق في اليدين. دابا غادي نغطيها ونخليها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها، عاد نتلاقاو باش هاد الخبز هذا راه كيجي اخف من القطن، ولكن خاصو يخمر مزيان مزيان باش يجيكم كيف ما شفتوا معايا في الاول الفيديو. دابا راه هنا خمر مزيان. غادي نحاول نفرغ هذاك الهواء اللي تشكل داخل العجين، وغادي تلاحظوا ان العجينه ما بقاتش خفيفه كيف ما شفناها في الاول، لان فيها الزبده وكتجمع ما كت يعني ما كت بحال كتماسك داك الزبده، ما كتبقاش العجينه خفيفه بزاف. دابا غادي نقسم العجين ديالي يعني لجوج ديال الكرات غير باش يجيني سهل في الخدمه، وغادي نستعن بالدقيق الابيض، وغادي ناخذ واحد الدلاك ونرق العجينه تقريبا بالسمك ديال 1.5 حتى ل2 سنتيم تقريبا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذوا واحد الكاس، انا غناخذ غير كاس صغير ديال الشاي ولا قطاعه الا كانت عندكم قطاعه، المهم ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما، وكتقطعوا هاد العجينه هادي. كذلك الا ما بغيتوش ديروا هاد الهامبرجر يعني يكون صغير، تقدروا ديروه بالحجم الكبير، تاخذوا زلافه ولا شي كاس كبير ولا قطاعه كيف ما قلت لكم، وتقطعوا بالحجم اللي بغيتو نتوما.
هنا بالنسبه لهذا الزائد من العجين غادي نجمعه ونخليه يرتاح شويه ونعاود نطلقوه ونشكلوه بنفس الطريقه. وبالنسبه للكميه اللي حصلت عليها ديال هاد الهامبرغر تقريبا واحد 42 حبه من هاد الصغار و6 ديال الحبات يعني متوسطين. ما عرفتش تقريبا غيكونوا بواحد القطر ديال 3 سنتيم تقريبا ولا 4 سنتيم تقريبا. غادي نوضعوهم فوق صينيه للفرن ونخليوهم حتى يعني يخمروا واحد 20 دقيقه وعاد نتلاقاو باش نتموا باقي المراحل. كيف ما كتشاهدوا من بعد ما كيخمروا غادي ناخذ اصفر بيضاء ودعت فيه القليل من الخردل ولا لا موطارد وغادي ندهن هاد البرجر هذا وغادي نزين البعض بالسمسم ولا بالزنجلان والبعض الاخر غادي نزينو بالخشخاش ولا البافو وندخلوه للفرن يكون ساخن على 180 درجه. المده المهم ما نقدرش نحدد لكم يعني المده حسب الفرن ديال كل سيده حتى كيطيب من تحت عاد كتشعلوا على الوجه والنار تكون هادئه. السيده اللي غتستعمل الفرن الغازي العادي فغادي تسخنوا بحال كطيب الخبز ودخل هاد الخبيزات هادو وهذا هو الشكل ديال هاد البرجر هذا من بعد ما كيخرج من الفرن. في الاول فاش كتخرجوه كيبان لكم مقرمش من برا يعني وبحال قاصح شي شويه كتغطيوه هذاك الشيء غير بالحراره ديال الفرن غادي تغطيوه وتخليوه حتى كيبرد وعاد كيبان لكم بانه هش جدا وخفيف بزاف ما كتحسوش باللي يعني كتهزوا الحبه بحال ما هازين حتى شي حاجه وايضا لذيذ بزاف كنتمنى تجربوه. دابا بالنسبه لي ناغيتس ديال الدجاج كنت شاركت معكم فيديو سابق هي هذه الصوره ديالهم غادي نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف باش ما نكرروش وما يجيكمش الفيديو طويل وننتقلوا مباشره لكيفاش غادي نعمروا هذا الهامبرغر هذا. هنا غادي نحتاجوا الخس كيف ما كتشاهدوا طماطم شرائح من الطماطم وايضا البصل كذلك غادي نحتاجوا الجبن الخاص بالسندويتشات كناخذوا كل قطعه يعني كل مربع وكنقسموه على 4 ديال المربعات صغار لاننا دايرين غير يعني ميني برجر. دابا غادي نشوفوا طريقه التحضير. هنا اول شيء غادي نوضع الطبقه الاولى عباره على الخس كيف ما كتشاهدوا كذلك غادي نضيفوا الشرائح ولا دوائر ديال الناغيتس نضيفوا قطع الجبن وايضا وضعنا البصل وضعنا غادي نوضعوا الطماطم. بالنسبه لهاد السلطه كتبقى اختياريه ديروا نتوما اللي كتبغيو ما كتبغيوش البصل تقدروا تستغناو عليه. بالنسبه للجبن ديروا اي نوع نتوما بغيتو. دابا غادي نشوفوا الصلصه. هنا عندي الصلصه الاسيويه كنت شاركتها معكم في فيديو سابق غادي نشارك معكم غادي يعني نعطيكم رابط الوصفه فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف كتجي رائعه جدا مع الخردل ولا لا موطارد كنخلطوها وكندهنوا شويه هذاك يعني القطعه ديال الخبز وكنغطيو بها الساندويتش ديالنا غادي نثبتو بواحد العود خشبي وهكذا غادي يكون البرجر ديالنا واجد. كنتمنى تجربوه كيجي من ألذ واروع ما يكون. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش عمل لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا كان عندكم اي طلب ولا اي استفسار خليوا لي هادشي في التعليقات. نقول لكم الان استودعكم الله والى فيديو اخر باذن الله.